بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين، حبيبنا قائدنا قدوتنا شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي وإخوتي في مغربنا الحبيب، وإلى أحبتي وإخوتي في العالم العربي والإسلامي في كل بقاع العالم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله سبحانه وتعالى تكون بخير وعلى خير. بعد مدة طويلة أخوكم عبد الرحمن يرجع لكم بعدما أوقفت إدارة اليوتيوب قناتي الأولى توأمان المتكاملان بسبب موقفنا الداعم لأهلنا في غزة، داعم للحق ضد الباطل بطبيعة الحال. وكانت هناك أمور تقنية كذلك تعذر علي إصلاحه، وفي انتظار الذي يأتي أو لا يأتي، وفي انتظار أن ترجع القناة الأولى أو لا ترجع، أسست هذه القناة تكملة للقناة الأخرى، إما أن تكون مؤقتة في حالة رجوع القناة الأولى، أو رسمية في حالة عدم رجوع القناة الأولى. لهذا إخواني، إذا عجبكم المحتوى ديالي عطيونا الضغط على زر جرس الاشتراك والإعجاب، وبارطاجيو هاد لي فيديو ديالنا، وأنتم مأجورين ونحن مأجورون مشتركين في الأجر إن شاء الله. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عبد ربي أسست هذه القناة إيمانا مني بأننا أمة واحدة، المسلم أخو المسلم، ما يؤلم أحدهما يؤلم الآخر، وما يسر أحدهما يسر الآخر. ولطالما في كثير من المقاطع السابقة في قناتي السابقة توأمان المتكاملان أكدت على أن المغربي هو الجزائري، والجزائري هو المغربي، الشعب المغربي هو الشعب الجزائري، والشعب الجزائري هو الشعب المغربي، شعب واحد في دولتين. قواسم كثيرة تجمعنا، أهمها الدين الذي يجمع ويوحد ولا يفرق. الخلافات موجودة بطبيعة الحال، والخلافات هي رحمة في الحقيقة. في بعض المرات تريك سوءتك، يكون عندك واحد الموقف وتظن أن موقفك على صواب، ولكن الطرف الآخر عندما تكون الإرادة حسنة ويكون الحوار صريح يريك بأنك على صواب أو على خطأ. بين المغرب والجزائر بالتأكيد هناك مشاكل كثيرة، ولكن إن توفرت الإرادة الحسنة يمكن أن نحل، لا أقول جميع المشاكل العالقة، ولكن جل المشاكل العالقة، وخاصة العويصة منها. أحداث فلسطين الحبيبة، وخاصة ما يجري في غزة من عدوان همجي بربري من طرف الكيان المسخ ضد إخوتنا وأحبتنا في غزة، يدمي القلب قبل العين. كشفت المستور، وعرت كل الدسائس، وفضحت كل شيء. يا ترى كلام أوجهه إلى نفسي إلى كل مغربي وجزائري، هل الآن وما يجري هل يكون ضميرك مرتاح أيها المغربي عندما تنعت الجزائر بأقبح الصفات
وهل يكون ضميرك أيها الجزائري مرتاح عندما تنعت أخيك المغربي بأقبح الصفات؟ هذا غير مقبول ومرفوض. قاش الأمة العربية من أولها إلى آخرها مستهدفة. هناك أكثر من قانون ألغاب، هناك طغيان من طرف الغرب القوي الذي لا يرحم، يفترسنا افتراسا. كانت هناك أو كان هناك بالأحرى في مضى استعمار عسكري لجل الدول العربية والإسلامية، جوبها بمقاومة وجهاد مرير انتهى باستقلال تقريبا كل الدول العربية والإسلامية. هل انتهى الأمر استقلال كامل؟ لا. فالعدو المتغطرس وإن كان الطغيان أعمى بصيرته إلا أنه ذكي وخطير في نفس الوقت. فالاستعمار العسكري له تكلفة باهظة ماديا ومعنويا. أصبح هناك استعمار أخطر بكثير، محسوس غير ملموس وغير مرئي من الاستعمار العسكري. هناك غزو ثقافي حضاري، كثير من الطرق. إن نحن تجاوزنا خلافاتنا المغرب والجزائر، ممكن بالكاد نستطيع أن نصمد في وجه هذه المحاولات التي تستهدفنا لاستغلال خيراتنا. صلوات. لا، خلي الضوء. جيب البصلة. اكتفي بهذا القدر في الجزء الأول، وتتمة لهذه المقالة في الجزء الثاني. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.